انا بقيت بختار الطريق اللي بيريحني، مش الطريق اللي بحبه. بقالي سنين بكتب، ممكن اكون محققتش النجاح اللي انا كنت متوقعه او النجاح اللي انا عايزه. عموما يعني اسامه انور عكاشه اول مسلسل عمله كان بعد 40 سنه. نجيب محفوظ اول روايه نزلها بعد 40 سنه. البنت اللي كتبت هاري بوتر اول نجاح ليها بعد ما اتطلقت وكان عدت 40 سنه. فممكن الواحد ربنا يكرمه كده بعد 40 سنه وينجح في عالم الكتابه بقى، ومش شايف ان انا يعني في ناس تقعد تقول لك انت بتكتب ليه؟ انت بكتب بقى، انا حابب ان انا اكتب، حابب ان انا اعبر عن نفسي. نفسي طبعا كنت احقق نجاح اكبر من كده، بس انا راضي عن نفسي ومبسوط. يعني انا ما عنديش اي مشكله نفسيه ان انا افضل ان انا اكتب. يعني كان ليا تجارب ممكن تكون فشلت بس اتعلمت منها اكيد. يعني ما هو النجاح ايه؟ اللي انت ما تكررش نفس الفشل. كل مره فشلت في تجربه او ما حققتش نجاح في تجربه اكيد كانت فرصه مش من حقي او مش نصيبي. فالواحد لازم يختار الطريق اللي يريحه. خلاص احنا كبرنا،